موعد النهائي لإيقاف محمود كهربا دوليا إذا لم يدفع الغرامة كاملة لنادي الزمالك. الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، وخلال تصريحاته الأخيرة حرص على التعليق على الموعد النهائي المحدد لإيقاف اللاعب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ولاعب الزمالك السابق، وذلك وفقا للقضية المتداولة بين إدارة نادي الزمالك واللاعب في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وذلك على خلفية هروب محمود عبد المنعم كهربا من نادي الزمالك منتصف عام 2019. خالد الغندور وخلال تصريحاته الأخيرة أكد أن هناك جلسة لمحمود كهربا أمام لجنة التأديب يوم 3 من أغسطس القادم، وسيكون هذا يوم الخميس من الأسبوع المقبل، وذلك من أجل بحث موقف اللاعب وهل سيدفع الغرامة كاملة لنادي الزمالك أم لا، وما هي أسباب تأخير اللاعب وامتناعه عن دفع الغرامة حتى الآن. واستكمل خالد الغندور في تصريحاته أن هذا الاجتماع سيكون يوم الخميس، ومن الصعب خروج قرار يوم الجمعة والسبت والأحد أجازة، وبالتالي قد يكون القرار يوم الاثنين أو الثلاثاء من الأسبوع بعد القادم على أقصى تقدير. واستكمل أن أقصى موعد لن يتم تخطيه في إيقاف اللاعب في حال عدم دفع الغرامة هو يوم 10 من شهر أغسطس القادم، وهو آخر موعد والذي قد يتم إيقاف اللاعب فيه. يذكر أن محمود عبد المنعم كهربا ممتنع حتى الآن عن دفع الغرامة التي تكون لصالح الزمالك، وهي 2 مليون ونصف دولار بفوائد مستمرة، بالإضافة إلى غرامة تأخير 30 ألف فرنك سويسري.